أينما كنتم مشاهدينا متابعينا، حلقة جديدة على الهواء مباشرة من استوديو الجماهير. حلقة هذا اليوم راح نختصر بمتابعاتها نروح إلى محور الحلقة المهم جدا، وما زال الحديث في الشارع الرياضي عن وضع المنتخب الوطني، وضع اتحاد كرة القدم، وضع المدرب ومصيره مع المنتخب في ظل تزايد المطالبات من قبل الشارع الرياضي باستقالة الكادر التدريبي أو إقالته بعد الفشل مع المنتخب الوطني. هذا الفشل اللي يشارك به أيضا اتحاد كرة القدم، اللي يتحمل أيضا المسؤولية الكبرى في هذا الإخفاق. ودائما أقول يحاول البعض أن يرمي باللائمة على الجميع في تحمل المسؤولية، ودائما أقول هذا الشيء دبلوماسي وهذا تخلي عن المسؤوليات. اللي يتحمل مسؤولية إخفاق المنتخب الوطني الاتحاد أولا، المدرب ثانيا، وكادر التدريبي، ومن ثم اللاعبين الذين خذلونا في تقديم مستويات كنا نتأملها منهم. هذا الموضوع ولا التباين في الآراء لدى الشارع الرياضي حول دعوة لاعبي الخبرة مرة أخرى إلى المنتخب الوطني، الاستعانة بأسماء جديدة في ظل الفشل للأسماء الحالية، في ظل الفشل في اختيار تشكيلة مناسبة وتوليفة مناسبة لمنتخبنا وتمثيلنا في المشاركات الخارجية، باعتبار احنا خسرنا 4 مباريات من مجموع 5، فزنا على تايلاند وبأرضنا للأسف. أقولها نشوف الاستطلاع لعدد من المختصين من الشارع الرياضي ولا نعود. الاتحاد العراقي والكادر التدريبي أن نستعين بعض اللاعبين الخبرة. شوف احنا فريقنا دا يقدم مستوى يعني بين فترة وفترة، بس ماكو بالساحة قيادي. احنا نقول قيادي بالساحة لاعبين الخبرة. شوف هسه الامارات اسماعيل مطر لما نزل احنا ما شاء الله بالهدف سجل الهدف، بس شنو اكو لمسات قيادي بالساحة، هو يمشي رتم المباراة. احنا رادنا لاعبين، يعني انا ما ادري اجيب اسامي يعني حتى ما تنحسب عليه، بس لاعبين الخبرة ضروري موجودين بتصفيات كاس العالم. احنا اذا نبني منتخب مو هسه نبني المنتخب، نبني ولا تصفيات المنتخب، احنا هسه محتاجين لاعبين يقودون المباراة. خطوة الى الوراء بالعكس، يعني خطوة سلبية وليست خطوة ايجابية الاستعانة باللاعبين الخبرة. الان علينا نخط خط شروع جديد. الان احنا عمرنا بالتصفيات انتهى وفرصتنا باتت ضئيلة جدا، فبالتالي علينا ان بقية المباراة نخط خط جديد، نأهل لاعبين جدد للمنتخبات الوطنية والاستعانة باللاعبين القدام. أتصور خطوة للوراء وتفكير سلبي جدا. أعتقد أنه كان لاعبين الخبرة نستفاد منهم بهاي المباراة، خاصة المباراة الأخيرة، وخاصة اللاعب الكابتن يونس. أعتقد كان له دور، يكون له دور بالمباراة حتى لو وقت قصير، كان يقدر يعني نستفاد منه بهاي المباراة حقيقة. وأعتقد اللاعب الخبرة له دور يعني بكل المباريات. وانا اعتقد انه هذا يعني اللاعب الخبره يكون موجود، يكون افضل حقيقه. يعني فيما يخص دعوه لاعبي الخبره للمنتخب الوطني، اعتقد هذه يعني فيها كثير من علامات الاستفهام، على اعتبار اننا اصبحنا الان خارج حسابات التصفيات. في الواقع اما على الورق فهناك يعني موضوع اخر. يعني وجهه نظري الشخصيه اقول بان يجب على اتحاد كرة القدم أن يعي مسألة مهمة جدا، أنه إحنا خارج حسابات التصفيات، وعلينا أن نبني فريق للمستقبل من الآن عليك أن تبني فريق للمستقبل بلاعبين شباب، يعني نربح لاعبين على أقل تقدير. يعني مثلا هناك في الدوري العراقي موجود حسين علي في الزوراء، موجود عمار كاظم في النفط، موجود لاعبين في الميناء وآخرين في الجوية. علينا أن نكسب لاعبين ونكسب مدربين في نفس الوقت. إذا ما تم يعني إقالة أو الإبقاء على راضي شنيشل، فعليه أن يجلب مدربين شباب أيضا معه، كان يكون نشأت أكرم، كان يكون عباس عبيد لو موجود. يعني يمكن احنا كمنتخب عراقي موجودين بكل خط من خطوط الفريق، لاعب خبرة هو يقدر يقود خطوط الفريق، يعني نقدر نجتاز هالمباراة بسهولة. يمكن على مستوى الدفاع علي رحيم، على مستوى الوسط كرار جاسم، على مستوى الهجوم يونس محمود، هذول موجودين حاليا في المنتخب. يمكن اعتقد كان نقاطنا وتسلسلنا افضل من هذا التسلسل، لانه مباريات تصفيات نهائيه، هاي نهائيات كاس العالم، ما يحتاج بناء فريق، ما يحتاج لاعبين شباب، يحتاج لاعبين خبره. والدليل كل لاعبين خبره في استراليا، كاهن هو قاد فريقه الى التسلسل، يمكن مركز اول او ثاني باستراليا. اسماعيل مطر اخر لاعب سجل
الهدف علينا. اللاعبين خبره ضروريه جدا في هذه المباراه. اكيد يعني نتمنى انه المنتخب الوطني انه يساعدون اللاعبين خبره في هذه البطوله ان شاء الله. شكرا لكل المتحدثين. دائما نسمع آراء يقول لك ليش دائما تلقي باللائمة على الكادر التدريبي في هذه القضية. ما أعرف، البعض يبدو أنه ما يريد يسمع اللي إحنا نحكي به. من البارحة أقول أول جهة تتحمل هذا الإخفاق هو اتحاد كرة القدم. ليش اتحاد كرة القدم؟ لأنه من البداية سلم المهمة إلى الكابتن راضي الشنيشل، وهو يعلم جيدا مع اللجان الموجودة اللي هي لجنة المنتخبات واللجنة الفنية إن كان لهم دور حقيقي فعلا، يعرفون أن المدرب اجى من إخفاقين وسلموه المنتخب الوطني. الآن فقط أسأل سؤال، احنا من فزنا على تايلاند ورجعنا سوينا مؤتمر صحفي، وفي وقتها هذا المؤتمر استغل الكادر التدريبي والاتحاد لتصفية كل الحسابات وخاصة الكادر التدريبي، وكأن احنا تأهلنا إلى كأس العالم. يعني مو فزنا على تايلاند، احنا عندنا لقطات لهذا المؤتمر. الآن وفي ظل الكارثة اللي صارت، في ظل تضاؤل الأمل بنسبة 95%، اكو الجرأة والشجاعة انه الاتحاد والكادر التدريبي يطالبون بعقد مؤتمر، يواجهون الشارع الرياضي، يواجهون الاعلام الرياضي. لو مثل ما احنا نعرف يعني الان الكابتن راضي الشنيشل ذهب بدورة تدريبية في قطر، في ظل كل هاي الازمات الكادر التدريبي والمدرب الان يتواجد في قطر. اتحاد كرة القدم ما نعرف حتى الان مواقفه الحقيقية تجاه ما يحدث، الامور كلها سكتة. اضافة الى ذلك البعض حرك أدواته الإعلامية للالتفاف على مطالب الجمهور، لذلك اليوم شفنا حركة قوية من قبل بعض الإعلاميين أو المدعي الإعلام أو المواقع المشبوهة. اليوم أكو تحرك خطير على رغبة الجمهور، خلوهم يصرفون النظر عن المدرب عن الإخفاق، وصوروا لهم على أنه القضية قضية إعلام مع مدرب. حيدر زكي يضوج من راضي الشنيشل، فلان يضوج من راضي الشنيشل، هيك صوروا لهم القضية. ولا هو ماكو هيك شيء. نتعامل مع الكابتن راضي الشنيشل هو مدرب للمنتخب الوطني فقط لا اقل ولا اكثر. هاي الضديات احنا مو يمها، لكن العجب على البعض اللي انجر وراء هؤلاء الاعلاميين، هدفهم واضح، تم تحريكهم بخيوط من الخلف على انه صرفوا النظر عن الخساره، حاولوا جهد الامكان انه يطلعون الاعلام هو في هذه القضيه مخطئ، حاولوا يطلعون الاصوات العاليه الان تخفضوها. ليش؟ لان شافوا الموج قوي، المطالبات بإقالة راضي قوية، المطالبة باستقالة أعضاء اتحاد كرة القدم قوية، أكو حديث عن تظاهرات أمام الاتحاد والإطاحة به، هذا كلام واقعي. لكن الناس والاتحاد حظ الآن بزيارة أربعينية استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، حظ ونقلته هاي القضية، ولا الجمهور كان عازم على أن يقف بتظاهرة ويجدد مطالبه. الاتحاد مقابل المدرب، يعني منو اليوم يتحمل هذا اللي صار؟ المدرب والاتحاد، باعتبار المدرب كان مسؤول عن كل اختياراته والاتحاد هو من اتى بهذا المدرب. فاما اليوم احنا امام قرار شجاع، يا اما اكيد الجمهور ماضي بمطالباته. الاصوات الاعلاميه النشاز اللي تحركت هذه ما راح تغير من قناعات الجمهور اللي بات متاكد جدا الان شنو اللي يريده، واضحه مطالبه في هذا الاتجاه. اما بعض المرضى النفسيين اللي كانوا اعلاميين بعدين قعدوا وشويه عانوا من اضطرابات نفسيه، رادوا يرجعون الى الواجهه ما قدروا، حكوا في وقتها على ناس هم كانوا ينتقدون. للاسف مكانكم اليوم ما موجود ولا راح تقدرون تاثرون، وهذا الموضوع ما راح تقدرون توقفونا. اذا ردتوا تشغلونا بامور اخرى احنا ما راح ننشغل باي قضيه تطرحوها. احنا مطالبنا واضحه مع الجمهور. اليوم الجمهور شو يقول؟ احنا البارحه عرضنا استفتاءنا وعرضنا استفتاء شبكه الكره العراقيه، اليوم ايضا عندنا استفتاء نظهره، وقلنا اي موقع يسوي استفتاء على قضيه الكابتن راضي الشنيشل احنا نعرضه بحياديه. اليوم موسوعه الكره العراقيه واحد من المواقع المهمه اللي باكثر من 400 ألف مشترك من جماهيرنا سوى استفتاء، هل انت مع اقاله الكابتن راضي الشنيشل او مع البقاء؟ خلينا نشوف الصوره والنتائج اللي خرج به هذا الموقع، والتصويت شارك به الآلاف من الجماهير مثل ما شاركوا في الاستفتاءات السابقة. هذه النسبة أمامنا
هو كاتب الاستفتاء الأكبر للجماهير الرياضية، شاركوا به آلاف، شبكة الكرة أيضا شاركوا به آلاف. أغلب المواقع اللي سوت تقريبا النسب متشابهة. 85% كما هو ظاهر من الجمهور الرياضي يرفض أن يستمر الكابتن راضي الشنيشل في مهمته مع المنتخب الوطني، لأن سبب لنا حقيقة انتكاسة، سبب لنا يأس، سبب لنا عدم تفاؤل خلال المرحلة القادمة. 15% فقط هم مع البقاء، وهذه ال 15% مع البقاء لأن يعتقدون الأسباب اللي أدت إلى هذا المستوى ما يتحملها فقط الكابتن راضي الشنيشل، يتحملها مع اتحاد كرة القدم. إذن احنا في ظل مرحلة خطيرة جدا، في ظل تحرك بدأ الآن مريب، ما أعرف منو اللي حركهم. اليوم راح أيضا نطرح هذا السؤال على ضيفي، أمور عديدة نطرحها مع ضيف حلقة هذا اليوم الكابتن يونس محمود نجم الكرة العراقية المعتزل. أهلا وسهلا بك كابتن يونس. اهلا وسهلا بك. المعتزل باقي على هذا قرارك؟ لا لو راح تغير؟ لا اعتزلت هاي. اعتزلت، هذا هو. طيب، ظهور الكابتن يونس محمود في هذه المرحلة بالذات، الرسالة اللي يريد يوصلها لجمهورنا، يشفى بالكابتن راضي أو عنده بعض النقاط يخليها على الحروف، باعتبار شاف أن اليوم الشارع الرياضي كشف كثير من الحقائق فيما يخص عمل الكابتن راضي ونية العمل مع المنتخب الوطني. طبعا بداية بسم الله الرحمن الرحيم. اول شيء اريد اقول انه انا مرتين اليوم طلعت بقناتين، وهاي المرة الثانية سكون ناس تقول لك هاي الشيء، لكن انا بالنسبة لي من حقي اظهر، لان انا عرفت المجال واعتزلت وعرفت كل شيء، رحت تزوجت وعرفت موضوع الرياضة بعيد عني. غصبا عليك؟ غصبا علي، لكن ابتعدت حتى لا حد يقول لك يونس خرب، يونس سوى شيء، لان تعرف عندي قاعدة جماهيرية، لكن الحمد لله ابتعدت عن هاي الامور. الان من حقي احكي، شلون ما هم كانوا قبل البطولة بشهرين يحكون علي، بعد البطولة من كنت تلعب يحكون علي اكثر الناس، فهسه انا من حقي، انا اعطيتهم حقهم الطبيعي. زين. قبل كنت اقول شنو اللي جبرك؟ شنو يعني منو اللي قدر عليك بحيث غصبا عليك انت عرفت الرياضة؟ والله ابعدوني الاتحاد والمدرب. ابعدوك قصرا؟ مو الاتحاد كامله، حتى كل منصف كم شخص بالاتحاد هم اللي كان لهم رغبه بابعادي مع المدرب. زين، كثير يعتقدون انه شخصيه الكابتن راضي الشنيشل ما حد يقدر ياثر عليها، لا الاتحاد ولا اكبر واحد. شلون؟ يعني يقول لك ما حد يقدر ياثر على الكابتن راضي، جابوه وراد الجمهور لان شخصيته قويه. لا هذا حكي، هذا حكي، والدلائل موجوده الان يعني مع المنتخب. انت شفت ايش قد مشاكل عند الكابتن راضي مع اللاعبين؟ عنده مشاكل؟ طبعا اكثر اللاعبين، وين علي حسني، وين ياسر قاسم، وين همام، وين سيف، وين يعني وين علي فايز، وين سلام شاكر. هاي ما لها دخل، هي مو شغله الشخصيه وهاي، لكن هم خلوا الرجل بالواجهه انه يبعد يونس محمود حتى لا يكونون هم بالواجهه. لكن انا اللي اعرفه انه اكو خيوط بالاتحاد وياهم، وقبل سيد راضي صارت المحاوله، لكن المدربين ما قبلوا بهذا الموضوع، وانت تعرف بيها. طيب. كانت هناك محاوله بعادي ما قدروا، لان كانوا يخافون، لان تعرف لاعب هداف صعبه، واحد هداف منتخب تجي بلحظه طلعه صعبه، لكن راضي قبل هاي المهمه. قبلها. مع العلم انا دزيت له رساله مع الكابتن استاذ علي جبار، قلت له نائب رئيس الاتحاد، قلت له خلي يقدم لي دعوه، وقدموا لي دعوه وانا اعتذر، حتى الجماهير اللي تحب يونس محمود ما تحكي على المدرب، يمشي حتى من دون ضغط، هو والمهاجمين واللاعبين من دون ضغط. رفض المدرب بالاجتماع بيناتهم، رفض يقدم لي دعوه. بيناتكم قضيه شخصيه انت وكابتن راضي؟ ما اعرف، او تحس الكابتن راضي يتعامل بشخصيه مع اللاعبين؟ خلي شوي يكون هو اكثر صراحه اليوم. لا هو معروف عليه يعني بعد مدرب بريعان شبابه، يعني بدايته كتدريبي يعني كمدرب، اعتقد يحتاج للوقت كثير حتى يستوعب شلون يستوعب النجوم. غلط، ماكو نادي ما بيه نجم، اللي عنده اي نادي او منتخب عنده نجم معناته عنده مكسب كبير. طيب هو ما يحب هذا الشيء صراحه، واكو دلائل هوايه يعني كثيره. ما يحب النجوم؟ ما اعرف انا، يعني ما اعرف شنو اللي بداخله، لكن هو اول ما يجي على النجوم، ما اعرف يمكن طريقه انك اضرب القوي يخاف منك الضعيف. المهم هذا مو موضوعنا، انا ما اريد احكي كثير عن المدرب راضي، لكن هو اللي اجبرني على هذا الشيء. انا ابتعدت، هو بكل لقاء يطلع يونس يونس يونس، حتى في اللقاء طلع استهزأ بي، قال يونس لاعب 8 لعبات مقول لي جولا بالتصفيات الاولى. لمعلومه السيد راضي ويمكن الاتحاد يمكن هم ما يعرفون بالمعلومه، ما ادري ما قالوا له، انا لعب 5 مباريات بالتصفيات، مقول 4 ومن ضمنهن ضربه جزاء انطيتها جوستن، لان ذيك الفتره جوستن كان نفسيته تعبانه، وحاولت اساعد هذا اللاعب.
والحمد لله قدرت اساعد. الان تشوفون جوستن يلعب طيب. باريحيه، لكن المعلومات ما يوصلونه، يعني مثل اللي يستهزئ به انه مهاجم، مع العلم 5 مباريات تسجل 4، معناته انت عندك قوه هجوميه ضاربه، لكن هذا اللي ما يفسروه. لكن انا العجيب انه اكثر الناس وقفت وياه مع المدرب، لكن هناك اخطاء كثيره ما اعرف انا ليش هذا الاصرار على الخطا. اكيد هناك شراكه، هناك تخبط، هناك الاتحاد مع الاسف مو الاتحاد كامله حتى اكون منصف، بعض اشخاص ليش شوي حذر بالتعامل مع الاتحاد؟ من يجي ذكر الاتحاد اشوفه بتتردد. مو تعرف شلون اليوم الاتحاد يتحمل مسؤوليه، أعرف. والجمهور مثل ما يطالب بالمدرب يطالب بالاتحاد نفس الشيء. اعرف. اول شيء شوف، انا رئيس الاتحاد تربطني علاقه طيبه وياه، يعني علاقه عاليه اسمح لي. زين. بس علاقات شخصيه ما لها علاقه. اعرف النائب الاول علي جبار شرار، النائب الثاني كامل صغير. النائب الاول شرار، النائب الثاني علي جبار. النائب الثاني النواب الاثنين ورئيس الاتحاد. طيب. علاقتي بهم والاستاذ كامل صغير تقريبا اعضاء الاتحاد 80% يعني علاقتي طيبه بيهم، ما عدا كم شخص ما عندنا يعني ما التقيت بيهم او من بعيد لبعيد. طيب. لكن اكو بعض الاشخاص بالاتحاد كان لهم يد بابعادي، وكان لهم يد بهاي الامور تصير. مشكلتي وين؟ انا مشكلتي ان انا ابتعدت، واكثر الناس طلبوا مني انه يابا حتى لا ننطي مجال خفف الضغط شويه على اللاعبين. خفيت واعلنت اعتزالي، انا ما ردت اعتزل، لكن صار قلت حتى ننطي الفرصه، يمكن هم وجهه نظرهم احسن من وجهه نظر يونس محمود. زين. فاعتزلت وابتعدت. بعدين ما شفتوني ابتعدت انا عرفتهم، لكن المشكله المدرب وين ما يطلع يحكي علي. بقطر يعلن يقول هو مستواه شلون بالله قال يونس ما يخدم المنتخب. زين شلون ما يخدم المنتخب؟ هو بالتصفيات جايب لك 4، يحكي على تايلاند وعلى التصفيات الاولى الكل يعرف المشاكل اللي دارت ويانا. طيب. فلوس ماكو، كراميات ماكو، لاعبين يجون متذمرين، لكن كلها كنا نحتويها في سبيل نطلع لبر الامان، والحمد لله طلعنا لبر الامان، صعدنا ساك تصفيات اللي يلعب بها بمجهودنا، يعني مو مجهود اللاعبين اللي صعدوا والمدربين اللي قبله، اسيا همينهم صاعدين. لكن انا مشكلتي وين؟ مشكلتي انه يصل المستوى هذا الوضع. لا طبعا نختلف. من يصل المستوى علي حصني نجم العراق الاول العام كان نجم العراق الاول يبتعد، مشكله همام. زين. لاعب من اللاعبين انظلموا او ظلمهم الكابتن راضي؟ من هم كثير؟ لا انا بالنسبه للظلم اكيد راضي، الكابتن راضي ظلم اللاعبين كثير. يعني اول شيء انت رحت معسكر 3 اشهر، رجعت من المعسكر ولا لاعب من المعسكر يلعب. طيب شنو الطيب؟ وينك الطيب بالموضوع؟ زين ليش ما اخذهم؟ لا يعني كمل. هي يعني اقول لك ليش ما اخذهم؟ يعني انت 3 اشهر زين اجيت لعبت، انت عندك بدكه الاحتياط عندك ايش قد 7 لاعبين. زين من يصير التقصير بمكان، زين ذول الدكه ليش ما تلعبهم؟ ليش تجيب واحد من العراق قبل تلعبه اساسي؟ زين ذول ليش ما اخذهم لعب؟ ليش تمرنهم؟ ليش تقول هذا الشيء يعطيك صوره، يعني ينطيك صوره انه هناك تخبط، هناك امور مو صحيحه تصير بالمنتخب، ما تصير امور صحيحه. ما ادري يمكن السياق غلط او انه التعامل ده يصير غلط. لا انت تعرف ليش يعني تقول ما شوف انت تعرف مو تعرف، لكن خليك شوي صريح اكثر. لا شوف انت الناس متعوده عليك صريح وانت ما عندك شيء تخسره بعد. شوف الناس عرفت الحقيقه اعرف انا وياك بهذا الشيء. الاتحاد زين يعرفون ايش قد مشاكل كانت تصير بالاتحاد احتويها، وانا اللي كنت اقصر بيها، وكنت يطلع بالاعلام انه يونس المخطئ، وانت واحد من الناس تتذكر البارحه ايش قلت كل المعلومات اللي كانوا يجيبون اياها مغلوطه عليك بالمنتخب، وكل العالم تعرف هذا الشيء، والاتحاد يعرف من يونس محمود، لكن الاتحاد كان عندهم نيه يبعدون يونس محمود لشيء واحد، وهو يكسبون بعض الاشخاص اللي هم معتمدين على المواقع وبعض الصحفيين. كم صحفي يعني اللي قلت عليهم ينطوهم فلوس؟ لا مو يعني طبعا اكو ناس هوايه تمشي الا بفلوس. اكيد الاتحاد يعرف بهذا الشيء، مو بس الاتحاد. لا انا ما احكي يعني اني اتهم الاتحاد بهذا الاتهام انه ينطي فلوس المواقع هذا، لا اكو بعض الناس خارج الاتحاد ينطون يمشون بعض الامور. لكن انا اللي محيرني ليش احنا في زمننا قبل لا تبدا البطوله بشهرين كلها حملات ضدنا وتشهير وهذا، واحنا دائما اطلع بالقنوات اقول لهم بس انطونا فرصه تخلص البطوله وبعدين حاسبونا. ليش هسه
صارت البطوله المرحله الاولى احنا طالعين ب3 نقاط مع فرق ضعيفه، لا اليابان بوضعه ولا استراليا بوضعه ولا السعوديه اللي شفتوها انتم. زين. يعني مع الاسف اللي صار مباراه السعوديه يعني قهر. نعم الامارات بملعبهم خسرنا، لكن ماكو الروح، ذيك الروح اللي كانت يعني كانت موجوده. تحس اكو تمايز بالتعامل من طبعاً. مدرب مع مدرب، طبعا من لاعب الى لاعب. طبعا شنو اللي سواه الكابتن يحيى علوان حتى يستبعدوه؟ ليش؟ لان كم واحد حكوا عليه ما راد يلعب، الاشخاص لازم يلعبون وما قبل هذا الشيء، ابعدوه. ارادوا يفرضون عليه اسماء؟ طبعا اسماء مو منهم، مو الاتحاد يفرض اسماء، لا بس اكو بعض الاشخاص ضغط الاتحاد لازم مجبور ينطي هالمجال. زين. وين اكرم سلمان؟ شنو اللي سواه؟ ابعدوه. زين. يقول لي والكابتن راضي شنو؟ هو انا هاي السر اللي ما اعرفه، يعني التجمع اللي صار، وانت واحد من الناس هم يكون الداعم لهم بالبدايه. كانت هاي رغبه الشارع الرياضي والاعلامي، وانا قلت احنا اللي جبنا كابتن راضي شنيشل وخليناه مدرب، احنا صحيح. اقصد كجماهير وكاعلام، هذا شيء ما حد ينكره نهائيا. اكثر مدرب حظى بالدعم. الجماهير عبالهم انه السيد راضي راح يجيب لهم عصا السحريه ويسوي لهم اللي يسوي له. ترى اللي صار بكاس اسيا واللي صعدنا له، انا ما اقول لك لا تحسبوه بس السيد راضي. عندك يحيى علوان كان يطير بطياره، يعرف الاتحاد يعرف هذا الموضوع، كان يطير بطياره يروح الغير مدينه يشوف الفرق الثانيه يلعبون ويجي ينطي الخلاصه. طيب الفريق كنا محتوينهم، ما كان اكو مشاكل. انت كنت محتويهم؟ طبعا اكو كابتن موجود هاي الفترات كلها هسه اللاعبين كلهم اسالهم اكو مواقف انا قف بيها. مال دبي خلي شوف، اتمنى الاستاذ كامل صغير يتذكرها، و كان مدربنا اكرم سلمان من بعده وياسر، متذكر لهم قالوا يونس مسوي له المشكله للأربعة الصبح انا اتوسل بيهم انه ما يبعدونه لان مصلحه المنتخب. واتمنى ابو وسام يعني يتذكرها زين الحاله، هو كان موجود وبعدين خابروا الاتحاد سدينا الموضوع. باسل جورجيسم كان موجود بالموضوع وسدينا الموضوع. اكو امور، اكو قائد هو يقودها يهديها. بس انا مشكلتي ما اعرف يعني يمكن كانوا متخوفين من يونس، ما اعرف على شنو متخوفين. وكل المشاكل اللي صارت، وانت واحد من الناس برنامجك ايش قد حكوا عليه، ايش قد قالوا هذا، بس ما جابوا دليل لحد الان. ما اعرف انا ليش الاصرار. المهم موضوع يونس محمود انتهى، لكن انا قلبي ياكلني على منتخب. يعني حرامات المنتخب يصير لها حتى الجمهور اليوم يعني مشاعره غير طبيعيه، عرف شنو الوضع، يصل هاي المرحله. انت شو اكتشفت والله؟ شوف التخبط، انت شو اكتشفت؟ شوف انا اقول لك شو اكتشفت الاتحاد يعرف انه حكيم شاكر في وقتها جاب لهم خطه عمل، قال لهم انا عندي منتخب لازم امشي بيه صح. قالوا له شنو اللي تريده؟ قال لهم اريد نشأة يونس. قالوا له نشأة يونس ما يجون، واحد منهم. قال لهم اريدهم اثنينهم، لان اريد اثنين يقودون لي الفريق هذا لحد ما وصل لكاس العالم، تصفيات كاس العالم. زين. الكل يعرف، الاتحاد يعرف وحكيم يعرف بيه. وحكيم انا كنت معتزل بقطر، دز علي وقعد وياي وقال لي هاي خارطه الطريق بدنا نمشي عليها. عجبتني الوضع، يعني الامور عجبتني، رجعت عدلت عن اعتزالي. ما وافقوا على نشأة، وافقوا على يونس فقط. هاي بعد تواسيل. زين. رجعنا الفريق مشى، يعني اني موجود، نور، سلام شاكر على رحيمه من فترات متقطعه. سلام شاكر لا تحسب على جيلنا، سلام لحد الان هو محترف. يعني انا مستغرب بعاده ليش؟ حتى لو اعتزل ما له دخل. ليش يعني الان انت تروج للكابتن حكيم شاكر؟ لا مو ترويج، خل اقول لك، اوصل لك الفكره لوين. خل اوصل لك الفكره. مشى الرجال دا يعد جيل اللي هو هذا الجيل ماله كان يهيبي. صارت انتكاسه مال الخليج. الرجال صارت امور شخصيه، بعدوه. بعد ما بعدوه فلشوا الفريق، تفلش الفريق، قاموا يتقطعون منه شويه بقصد. علي فايز، سيف، همام، علي عدنان العد محترف بدونيزي، يجي نفسيته ايش تعبانه، مو كفر بكره القدم. المهم وصلنا وين يا مرحله؟ وصلنا مرحله التصفيات اللي جابوا بها يحيى علوان، كابتن يحيى علوان. الرجال مشى، بس الفريق كان وضعه مو زين. ليه؟ كان اكو بعض المشاكل وتدخلت بها وزاره الشباب، وانت تعرف بها ذاك الموضوع اللي بيناتنا، تعرفه زين ما نقدر نحكي للناس. احكي؟ لا ما اقدر احكي للناس. انت ليش لازم تضم لك شغل؟ مو تدري شلون من احكيها كلها بعد من احكي ناس راح تحكيها ضدي، يعني اكو بعض الاشخاص راح يروجون ضدي، فانا ما اريد افتح بوب لان حتى الناس تعرف الحقيقه. صار ذاك الموضوع. المهم قالوا
منو نجيب؟ السيد راضي شنيشل. جابوا السيد راضي شنيشل ورحنا بالتصفيات، رحنا مال اسيا اللي لعبنا بيها، فريق على ما يرام لما جابوا كابتن يحيى هاي قبلها. بعدين بالتصفيات من طلعوا جابوا السيد راضي. السيد راضي شنو اللي اخترع عليهم؟ شنو الترويج اللي صار له؟ يبني جيل. ابني جيل. بناء الجيل ما يصير شباب كلهم تجيبهم تبني جيل، هاي اصلا ماكو هيك بكرة القدم، ما سمعنا منتخب جايب جيل كامل يريد يلعبه، جيل كامل وحدهم شباب من دون لاعبين خبرة وياهم، ماكو هاي منطق. المهم فرضنا اوكي احنا رايحين ويا الجيل، لكن ما صار لنا جيل نفس اللاعبين، وبالعكس تفلش الجيل. وين علي حسني؟ وين همام؟ وين سيف؟ وين علي فايز؟ عد وياي ترى انا حتى تيهت. وين امجد؟ وين حمادي؟ وين حمادي؟ امجد وينه؟ جلال الحارس وينه؟ احكي لي ذولا مو شباب؟ لاعبين شباب ايضا، مازن فياض، رحم الله والديه، دول شباب كلهم موجودين. يقول لي وينهم؟ هذول الجيل اللي دار نصدق راحوا. اذا احنا في عمليه تخريب وليس عمليه بناء. احنا بعمليه تخريب طبعا. انت ذولا شلون انا غير ذول النجوم، انت واحد من الناس العام مو كنت تطبل علي حسني نجم العراق الاول؟ هو طبل يستحق، هو خلاص. اذا لازم يكون موجود علي حسني. وينه؟ يقول لي وينه؟ شو انتهى الموضوع. اذا ماكو عمليه بناء، ماكو عمليه بناء. معسكرات اتحاد، انا شفت اتحاد يقولون ما عندنا فلوس، بس انا شوف انتم على هالتصفيات 6 اشهر يمكن صار في لكم بالمليون وشويه، منين جبتوا الفلوس؟ عندكم فلوس، لا تقولون ما عندنا. معسكرات سويتوا انا ويا المنتخبات وكل المدربين وياهم، كانوا يريدوا اللعبات ما يسوون لهم لعبات. هسه كل لعبات وكل مكان وين ما تريد ومعسكرات وامور، الامور مرتبه. وهي الكارثه من تقول للاتحاد انتم ليش ما جبتوا مدرب اجنبي؟ قال لك تقشف، الفلوس اللي صرفوها على معسكرات منين؟ يجيب احسن مدرب اجنبي اللي هو الان اصبح مشكلتنا. لا شوف، خلينا نكون واضحين. نقطه راس سطر، الاتحاد ما متفق بيناتهم، هاي كلكم تعرفوها، لكن انتم يعني اكو بعض الناس عندهم علاقات شخصيه ما يحكون هاي الامور. لا يفرض علاقه شخصيه وما يحكي، هذا ما عنده ضمير. انا كل اعضاء الاتحاد اصدقائي، لكن اليوم انا اقول لك على الاتحاد اذا ما لقى حل خليه يقدم استقالته احسن له. لا ما يقدم استقالته، من يقدم استقالته؟ ليش ما يقدم استقالته؟ يعني ما تصير بالعالم ما حد يقدم استقاله غير يتحمل مسؤوليه. هاي المواقف يرادها الشجاعه. هاي بالعراق ما تصير، هاي بالعراق ما تصير. شوف هسه انا اكثر الناس دا يتصلون بي انه من الممكن يسوون مظاهرات وهاي، انا اعرف هاي الشغلات ما تفيد. انك تسوي مظاهره ضد الاتحاد انا ما ابخص حق الاتحاد في مجال والوم الاتحاد في مجال. زين اذا الجمهور سوى تظاهره، اذا الجمهور سوى تظاهره وقال لك يا يونس تعال انت ويانا، دعوني هسه اكو ناس تدعيني تروح تظاهر، يعني يريدون دعم اعلامي، يقولون احكي ويا الاعلاميين خلي يجون يساندونا، احنا لازم نقيد، لكن مو هذا الحل. تدري ليش؟ لان انا اعرف بالاتحاد اكو ناس مخلصين يريد يشتغلون. زين ايش رايك؟ انا عندي بعض المعلومات انه رئاسة الاتحاد لهم المنتخب، واكو نائب مثلا الى الشباب، واكو الاولمبي، هيك اكو. شلون؟ يعني اكو حصص مثل الحصص اللي يديرها الاتحاد. طبعا المنتخب الوطني الرئيسي للاتحاد. هاي معلومه وانا متاكد منها. لا تقول لا يقول انا اقول لك ما تصويت ماكو هيك حكي. هاي التصويت بس يطلع بالشاشه يطلعون تصويت وهاي، بس هم اصلا ما متفاهمين. لكن انا اقول لك اكو نفس. بس قسم لي اياها، رئيس الاتحاد الى المنتخب الوطني. حسب ما اعرف ان المنتخب الوطني من حصه رئيس الاتحاد 90%. الله اكبر. اي طبعا لا شلون. الاولمبي اعتقد الاولمبي النائب كان يعني هيك مثل متوزعه، يعني توزيع، يعني الصوت الاقوى يكون بها فلان شخص. المهم اكو كارثه طبعا لا شلون، يعني خلي جمهورنا يسمع، يعني كارثه طبعا يعني المنتخبات متوزعه حصص على اعضاء الاتحاد طبعا، والمنتخب الوطني من حصه رئيس الاتحاد طبعا. هذا شو عندنا مجلس نواب طبعا، وزراء طبعا عشان هم قادوا الرياضه، يعني بعض الاشخاص يقودون الرياضه لهيش مجال، وهذا غلط. انا بالنسبه لي لا عندي شيء ويا السيد، ايش قد حكى علي ما عندي مشكله وياه، لكن انا دا اشوف تخبط بالموضوع، اكو تخبط يا اخي، ما يصير احنا هذا التخبط دا يصير. شوف قضيه ياسر قاسم اللي صارت باستراليا وهاي، لو انا موجود كان قلبت الدنيا علي، بس الموضوع انطم، لا هذا الطرف حكى ولا هذا الطرف حكى، صح لو لا؟ صحيح. وين الشخصيه القويه؟ الشخصيه القويه تطلع تقول حيدر زكي سوى هيك. انا واحد من الناس ببغداد تتذكر في برنامج قبل هذا البرنامج استوديو الملاعب، قلت لك انت واحد من الناس سبب
انه المنتخب صار بيه. ليش؟ لان الجماعه اللي يجون يحجون شغلات، لو عنده عداوه يا مدرب ياثر على المنتخب يحكي، فكانت تاثر. انا بالنسبه لي احكي ليش ما حكوها؟ ليش ما حكوها؟ مو الشخصيه ليش انت قوية. قول لي ليش؟ لان اكو اتفاقيات صايره، بعض الاتفاقيات صايره اللي ما دا اعرف عليها، انه بعض الناس اتصلوا باشخاص، عندي معلومه اتصلوا باشخاص انه عفوا هذا الموضوع لا تحكون عليه لان احنا سايرين بيك، بعض الضغوطات اللي دا تصير. الاتحاد العراقي يشوف النبض مال الشارع، ماكو خطه مدروسه، ماكو خطه مدروسه. اني اريد اصعد كاس عالم هيجي، ماكو خطه مدروسه. هسه انا واحد من الناس يشتغل بردات الفعل. طبعا يحيى علوان الرجال ايش سوى؟ انطيني ايش سوى؟ اكرم سلمان ايش سوى؟ بس شنو؟ اكرم سلمان قال اني هذا اللاعب ما اريده لان ايش يسوي مشاكل. من هو؟ واحد من اللاعبين. تقول لي اذا تسمعني صار ضغط محترف؟ اي بوقته مال ياسر لما قال ابعاد ياسر صار ضغط عليه من اخواننا المحترفين يعني موقع المغتربين اللي يقولون عليه، صار ضغط. الاتحاد ما تحمل، قال لك انا شو اللي بهالدوخه؟ يابا تعال يابا. قال لهم انا لعبتي الرسميه فايز بها، انا رايح ببطوله باليابان، بطوله كانت اعتقد احتفاليه. زين. حتى انا بزاخو قال لي لا تجي، انا قلت له عندي امتحانات، قال لي لا تجي. رجال اقالوه، ليش؟ شنو السبب؟ يحيى علوان شنو اللي سواه؟ صعد الفريق. يعني انت الان تقول ليش ما يقيلون الكابتن راضي؟ لا ما شوف هي مو حل اقاله يعني السيد راضي حل يعني؟ انت قل لي حل ومو حل. طبعا هي حل بمعنى واحد، انه النفسيه ترجع للفريق، الشارع الرياضي يرجع يدعم الفريق من جديد، ترجع حيويه بالمنتخب. هذا حل يعني. اي طبعا حل. طبعا، لكن مو كل الحل، الحل الاكبر انه لازم الاتحاد يكون عنده استراتيجيه. يعني هسه مثلا احنا الكل يعرف انه وزير الشباب والرياضه الرجال رياضي. لا مو رياضي. لا رياضي. مو رياضي يعني. لا انت قل لي يعمل بالرياضه. وزير الشباب فرضته السياسه يقول لك بس مو رياضي. لا انا انت بتقول رياضي يعني ممارس رياضه كابتن يونس. لا انا اقول لك نفسه. يقول لي نفسه رياضي. طبعا الرجال يقول لي رياضي. الرجال انا بالنسبه لي انت تعرف اكثر من مره انتقدته بامور، لكن بامور الرجال ممكن نستفاد منه. الرجال فاتح ايديه انه كرياضيين. زين انت شلون تستفاد منه؟ شلون تستفاد؟ غير تروح عليه تطرح عليه، يعني تقعد وياه تبني استراتيجيه، اريد تدعم لي هاي الاستراتيجيه. تعرف وزير الشباب هو صوت الرياضيين بالوزاره. طيب زين احنا ما استفادينا من هذا لان الاستراتيجيه غلط. شنو والله وزير الشباب احنا نريد هيش لا مدرب نجيب، بس نريد فلوس. ها مو حل. مو حل انك تنطيني فلوس والله اجيب مدرب ابدل مدرب، ها مو حل. الحل اقعد ويا وزاره الشباب، اجيب الاولمبيه، اجيب الناس الرياضيين، يابا احنا نريد خارطه طريق. مثلا عندنا جماهيرنا حلمهم يصعدون كاس العالم، احنا قبل 3 سنوات احنا شنو اللي نقدر نسوي لكاس العالم؟ زين اخطط صح، بس انا مو اجي قبل شهرين والله انا اجيب لك هيك اسوي لك فريق وما ادري شو. زين انت التصفيات بدت بعد شهرين، شنو اسوي فريق؟ انتوا شنو نعم احنا علينا؟ طبعا ضحكوا علينا. الشارع عاطفي، شارعنا الجماهير عاطفيه، انا اعرفهم. جماهيرنا اليوم يسبوني، باكر باللعبه اقول كلهم يقفون لي صفقوا لي. احنا نعرف الجماهير عاطفيه، لكن الجماهير حرقتها شنو؟ يدور نتائج. تتذكر خليجي اللي لعبناه بالبحرين؟ نعم بالبحرين خليجي 21 الكل اتفق ان المنتخب العراقي منتخب جيد، والبطوله اخذت منه غصب، اغتصبوها من البطوله. ليش؟ لان الفريق قدم، وكان مزيج شباب وخبره. انا قصدي الفريق قدم، اكو روحيه، يعني طيب. الناس تبشر بخير، تقول لك انه الفريق بخير، لكن هسه الناس متشامه من هذا الموضوع. ماكو استراتيجيه. بالنسبه لي هسه انا كوضعي انا رئاسه الاتحاد، والله اجيب الفلوس لو من جوا القاع، لو اعرف من الشعب اسوي صندوق تبرع للمنتخب، هم اجيب فلوس للمنتخب واسوي منتخب بخير. منتخب مو هذا منتخبنا ما بيه خير؟ لا مو هذا، مو بس منتخبنا ما بيه خير. احكي لي ما بيه خير؟ يعني لا انا ما احكي هسه الناس تحسبها على اللاعب، انا ما احكي هيك، انا دا احكي على حتى اللاعبين. لا انت مو لان اللاعب ما تحمل اللاعبين مسؤوليه. انا ما احكي على اللاعبين، مستحيل. اللاعبين يتحملون مسؤوليه كبيره. أبد. انا بعضهم قلت فرق شعبيه والله ما يستحق يلبس دريس المنتخب. شنو لابس دريس منتخب العراق ما يقدر مشاعر 30 مليون؟ مستحيل. انت مو لان لاعب تدافع عليه. لا انا مستحيل. يعني كل اللاعبين يستحقون ضميرك. اي كل اللاعبين اللي موجودين بالمنتخب الان اي تقريبا 99% يستاهلون يلعبون، لكن الخلل وين؟ الخلل من انا عندي مهدي كامل لاعب سوبر صار له 3 سنوات اساسي، يجي بلحظه يختفي. يا اخي هذا الغلط. انا غير لاعب شاب عمره 18 سنه مقعده ولاعب اساسي ماخذ دوره. هنا التخبط.
انا مالي دخل، انا هسه انا وياك ايش قد كنا هيك، مو انتم تحجون علي وانا ما اصلا ما اطلع وياكم لقاءات واحكي عليكم، لكن ما خلصت، انتهى الموضوع، رجعنا الموضوع ذاك نسيت. لكن انا من اجي اظل حاقد وياك وما اطلع وياك لقاء وانت تحكي عليها، مو صوره حل، هاي مو صوره حل. اكو شيء. شو تريد يعني، شو تريد تقول بالضبط؟ قول شو تريد تقول؟ اريد اقول انه مو صوره حل انك تزعل من فلان، يعني علي عدنان تزعل منه، علي عدنان يروح نفسيته تنتهي، يجي للمنتخب مدرب زعلان عليه؟ اكيد هو ذيك المره طلع اعتزل عليه. ليش؟ قال عمود المطار يا مطار ما لاقي حجز. صوش منو؟ الامور الاداريه هاي. الامور الاداريه تابعه لمنو؟ لا مو انت تقول لي زعلان واحد تابعه لمنو يا اخوي؟ احكي لي، انا مدرب اقول علي عدنان حزه لازم يحجزون له، ما يعزون له تفضل. من اللي ما حجز الاتحاد؟ انت الاتحاد بعد ما تجي وياي. اي بس هو مو الكابتن راضي شنيشد، مو الكابتن راضي شنيشد. لا منو؟ كان ويا الكابتن غني شهد. مع غني شهد، هو ما له دخل. انا افرض لك انت لا تجيبون تخلون الموضوع شخصي بيني وبين راضي، انا ما عندي شيء ويا راضي، انا دا احكي على منظومه، ما عنده شيء، احكي على منظومه تشتغل. كابتن يونس انت لا تنجروي هاي لا 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 لا, لا انا علي مو عليك علي انا. ترى ما حد عنده قضيه شخصيه اليوم، كل ما بالموضوع اكو قضيه منتخب. هذا المنتخب قاعد يقدم مستويات سيئه، لا الجمهور لا راضي ولا الاعلام راضي، وكل اللي يطلعون يقول لك احنا ما راضين على هذا المنتخب. صح زين انت لو لاعب والكابتن راضي شنيشل بعد المباراه يقول اللاعبين يقدموا لي بالمباراه الوديه شيء ويجون بالمباراه الرسميه يقدمون شيء اخر، انت كلاعب شنو انعكاس هذا التصريح عليك؟ لا هذا التصريح طبعا محسوب على المدرب، ماكو شيء منطق. انا هسه منو عندنا من اللاعبين؟ مهدي كامل. ليش تضرب مثل بمهدي؟ لأنه اصغر واحد. اي صغير. اضرب مثلا بمهدي كامل، هسه مهدي كامل هسه انا مو رجال صار لي تقريبا 5 اشهر قاعد، جيب هسه مهدي كامل يلعب، اعرف مهدي كامل شنو طريقه لعبه وبشنو يفيدني وبشنو يسوي لاعب اعرفه. فكيف انا مدرب ما اعرف امكانيات هذا اللاعب ايش راح يقدم لي بالمباراه؟ لا تقول لي النفسيه، كريستيانو مزاجي، ميسي مزاجي، من تريد؟ هازار مزاجي، بعد من تريد؟ يعني اكثر ايش مدري كنت مزاجين؟ كله مزاج، احنا الرياضيين نعرف مزاجيين. زين اليوم ضربت مثل بكرار جاسم، كرار احسن لاعب عربي، لكن هو الولد عنده مزاجيه، بس اكو مدرب يعرف يتعامل وياها، اكو مدرب ما يعرف يتعامل وياها، اكو لاعبين عنده نوع من المزاجيه، لكن اعرف شلون مثل ياسر قاسم، الولد البيئه مالته تختلف، هذا عنده نوع من المزاجيه، لكن من كان يمنا كنا نحتويه، تصير مشكله ايش قد يحكون علينا، لكن ياسر ويانا موجود ويجي بالملعب يقتل نفسه ويقدم. ليش هسه ياسر ابتعد؟ ليش بعدوه؟ ليش؟ هو انا ما اعرف ليش. اكو اراده تبعد ياسر قاسم؟ ما اعرف انا اريد اعرف. قالوا ياسر مصاب، لعبتين وراها ما تم استدعائه، ياسر ولد 3 ايام لعب لعبه بانجلترا. يعني اكو شيء هم دا يخفوه، واكو اعلام مساندهم بهذا الموضوع انه ما يطلعون الحقائق. ليش بوقتنا كان ماكو شيء ويطلعون يسوون هو سوى؟ بس الاعلام ما اعتقد يسكت، قل لي عدد قليل يعني ابرز الاعلاميين الان يحجون ويشخصون، يعني زين ايش رايك هسه انا اعرف اكو بعض الاعلاميين هم مهمين مثلك عنادا بيك مدى يحجون على المدرب، هم بداخلهم انه هذا مو صحيح، بس ما يحجون عنادا بيك اي، وانت نفس الشيء هم عنادا بيهم تسوها، يعني يحسون ان هاي الشغله لازم يشتغلون ضدك. احنا مو مصلحتنا هاي، مصلحتي انا مختلف وياك والله. لكن مصلحتي اسمعني انا والله ولا لا المصلحه العامه هم لا مصلحه عامه المصلحه العامه تختلف حيدر. استاذ احنا نعمل مجسات نبض اليوم، الشارع الرياضي كله غاضب من هذه النتائج، عدد قليل جدا اللي يحكي، اما الاعلامي اللي بغضا بيه يحب كابتن راضي شنيشل وما يحبه، هاي مشكلته هو، هاي قناعاته. يعني انا اللي اعرفه اكو هيك، يعني انا شغله ياسر قاسم، يعني هسه الرجال من كانت تصير ماكو مشكله، سووا مشكله عليه وسووا خوسه، هي ماكو مشكله وقببوها هو والرجال يلعب ويانا، ماكو مشكله. هسه من صارت هاي الشغله ليش صار تكتم عليها؟ شنو السبب؟ وين الاتحاد؟ وين المدرب؟ وين اللاعب؟ ليش شو ما حط طلع حكي؟ ما حط طلع حكي. ذكر انت القضيه مو بالاستديو لما والده خابر قال احنا اسفين كانت المعلومه جايتنا غلط وما ادري شنو، تتذكر لو لا؟ اتذكر. مو مغلوطه بس صارت هوسه علي. زين هسه صارت شو ما حد حكى. زين اذا انت هيك وقلبك محترق
ليش الجمهور يقول لك تعال نطلع تظاهره خلينا نصلح؟ متردد نوعا ما. ما يقدرون. منظومه الاتحاد انا اعرفها، منظومه الاتحاد السعوف الاتحاد التظاهره هم يردون مطالب، يردون الكابتن هذا الشيء ما يبقى على المنتخب. المطالب من الممكن تصير. انا بالنسبه لي انه المظاهره اذا تصير ما تصير من خلال يونس محمود او من خلال كم شخص هذا، لا، اكو نجوم تقدر تقود. مثلا عندك يونس عبد العلي وينه؟ مو 24 ساعه يطلع بالقناه وما حد يحكي وياه؟ ما حد استجاب له. ابراهيم سالم وينه؟ ليث حسين وينه؟ رزاق فرحان وينه؟ مع عذرا للنجوم كلها، هواي عندنا نجوم وينهم؟ يقول لي وينهم؟ يعني اكو نجم كفر تشوف نجم يعني عباس عبيد منو اللي استفاد منه؟ ما قال له تعال عباس عبيد انت رحت بكوريا 3 سنوات، تعال فهمنا كوريا ليش يشتغلون؟ تعال يمنا انطينا. يا اخي عمي كوادر مساعده ما يجيبون. بس اسالك سؤال، هسه انا اروح لعباس عبيد، انا هسه رجال بالاتحاد، اجي لعباس عبيد اقول له عباس تعال انت الخبره اللي اخذتها من كوريا، تعال شنو اللي نقعد وياه، تعال ناقشنا قول لنا شنو نقدر نسوي. ما ابي شيء، انت مو تنزل نفسك، بالعكس اصلا عباس عبيد انا متاكد واحد من الناس يقولون انا الممنون عمي، تعالوا انا هيك استفاديت، ذولا هيك يشتغلون، ذولا نقدر نسوي هيك، بيها شيء هاي؟ لا طبعا. بس شنو شخص يقول لك انا اجيب عباس عبيد اسمه اقوى مني، اخاف منه، شلون اجيبه طلعه بالواجهه؟ هيك يفكرون؟ هذا غلط، ماكو هيك منطق. هنا التخوف، يعني ما يريد يطلعون بالواجهه. انا شنو زين هسه الحلول شلون كابتن؟ الحلول وين الحل يعني؟ الحلول الاتحاد لازم يصير عنده خارطه الطريق. هاي التخبطات ما تفيد، ما اريد ابني فريق، تريد تبني فريق تعال قحطان اشتري فريقك من الفرق الممتازه، تزوير ما تزوير احنا راضين، لان احنا اللي زورنا واحنا اللي هلهلنا واحنا اللي ما قبلنا، صح لو لا؟ نرضى بالواقع، لا حد يحكي. تعال قحطان اشتري، انت عندك فريق منتخب شباب، ناشئين لو شباب كان ناشئين عندك من الشباب تقدر هسه هذا عندك المهاجم مال منتخب شباب، لاعب امكانيه يا اخي اجيبه انطيه فرصه. على عباس اجيبه انطيه فرصه. منتخب قحطان شتير، تعال يا ابو قحطان شتير، تعال هذا المنتخب نريده مثلا ال 22 قحطان شتير، تعال اقعد انطينا خارطه الطريق. اذا قحطان شتير اجاهم وقال لهم والله انا ما اعرف ذاك الوقت، يقول لك اقعد على صفحه، لكن اذا جاء قحطان شتير وقال لهم عندي خارطه الطريق، انطوني الدعم، انطوني الاسناد، انطوني دعم جماهيري، اخذ هذا الفريق كل 3 اشهر 4 ادزه ببطوله. روح ايش قد احنا مستعدين، اكو شخصيات عراقيه برا مستعده تدعم هذا المنتخب، ياخذوا بطولات باوروبا، بطولات مال ناشئين. بس هذا حل بعيد المدى، انا ابحث على حلول. يعني شلون تريد شنو يابا؟ قاعد انت والله لا الحلول هسه هذا وضعنا اللي احنا بيه هسه. منتخبنا انا اعرف منتخبنا سيء، منتخبنا خلنا نعطيك مثال مو بعيد، رغم جماعتنا يعني يغزلون بجماعتنا بقطر وهذا، يعني يحبون التغزيل وهذا، انا ما احب اغازل، انا ما عندي واحد فوق الكل، يعني فوق المستوى اللي انا عليه، ما عندي واحد اخاف منه استحي منه. قطر دفعت مليارات ورادت تاخذ بطوله، ما قدرت تاخذ بطوله، مو هيجي. قطر الان عدت فريق دا يلعب باوروبا، وكل فتره وفتره هو بطوله باوروبا، يريد ال 22 يريد الوين؟ 22. لا تقول لي 5 سنوات، 5 سنوات مو قليله. دا اقول لك انطر قحطان اشتير، هسه انت ما تريد قحطان، يمكن ما اكو اسمح لي اكو ناس ما تحبه، يا اخي اكو مدربين ثانيين، يا اخي جيب يحيى علوان، جيب لك 2 من الكبار، تعالوا انتم مستشارين ويا هالفريق. مو هيك تحكي عليهم يحيى علوان وغير، بس اسمعني، يعني كلهم عندهم تجارب، كابتن يونس عندهم مع المنتخب. يا حبيبي انا ما اقول لك جيب يحيى علوان يدرب، جيبه مستشار. يعني هسه انا واحد من الناس اريد ادخل، هسه رئيس الوزراء كم مستشار عنده؟ 40 لو 50. يا اخي رئيس الوزراء واحد هو يركض على الماليه وعلى الحرب وعلى هذا، اكو مستشارين. ما بيها شيء، احنا هاي الامور فادتنا بامم اسيا، مستشارين 2 ما بيها شيء. يا اخي قحطان اشتير، تعال جيب مساعدينك، اريد مساعدينك مضبوطين، مو مثل السيد كل منتخب يروح له نادي يبدل مساعدين، ماكو شيء، ماكو شغل عمل. منو هذا؟ السيد راضي كل ما يروح نادي او منتخب يبدل المساعدين. ما يصير هيك، المفروض انت عندك مساعدين يفهمون بعقلك. تعال احنا نريدك ل 22، دعمك موجود، هذا المنتخب اخذه وامشي بيه. احط وياه مدير فريق من لاعبين القدامى، جيل ليث حسين ورزاق وحبيب، مدير فريق مرتب، احطه تعال انت وياهم، لان ذول اللاعبين يدعمون عليه،
صدق يدحقون على قحطان انه نجم، لكن مدير الفريق هم يحتاج لانه يكون شخصيه محبوبه يحبون اللاعبين. امشي بيه ادعمه، واذا ما واذا حتى اقول الاتحاد ما انطاكم دعم انا اجي مستعد اسوي مظاهرات ببغداد، مستعد اجيب لكم فلوس من الحكومه، حتى لو اجيب اسوي صندوق ببغداد دعم لهذا المنتخب، والله العراقيين ما يبخلون. لو من كل عراقي ياخذ لي 1000 دينار اجمع لهذا الفريق. دخل نجيب لنا مدرب هسه المنتخب. لا مدرب اجنبي يقدر. لا لا يقدر. وزير الشباب هسه ينطيهم فلوس يجيب هسه خلي الناس تسوي مثلا تقدم طلبات لوزير الشباب، هسه وزير الشباب يجيب هذا فلوس موجوده، لا حد يقول لي فلوس ماكو. لا حد يقول لي. قبل هذا طلع الملا رئيس الاتحاد قال ما عندنا فلوس. يقول ما عندنا. لعد هالمعسكرات شلون يصرفون عليهم؟ كل معسكر 200,000 و300 400 مليون و500 مليون منين جابوا؟ من الاولمبيه. من ميزانيتهم يعني عندهم فلوس. عندهم. خلاص لا حد يقول لي بهالموضوع، لكن انا الاستراتيجيه هيش تنحط مدربين تعالوا ذول الفريق وياكم وادعمهم، اوديهم بطولات سباير، اوديهم ويا ذول تصير بطولات. هسه انت تشوف بقطر دا يجيبون منتخبات ما فيها شيء. اروح لقطر اقول لهم هذا الفريق انا عاد هيش والله يساعدونا. اروح لاوروبا 100 واحد يقدر يسوي بطولات ياخذهم. تقدر تسوي على وضع منتخبنا. وضع منتخبنا انا بالنسبه لي الحل المنتخب لا اللاعبين لا غبار عليهم. نعم النفسيات مو بالوضع شلون لا غبار عليهم وانت عددت فد 6 لاعبين هم موجودين، يعني اكو 6 ما يستحقون هذا المكان. من 6؟ انت عددت لاعبين. لا مو 6 الستة اللي حكينا عليهم انهم انظلموا وما لعبوا بالمنتخب. ما موجودين. ما معناه اكو ناس ماخذه مكانهم اذا انظلموا. بس اللي ماخذ مكانه مو معناته مو زين، لكن اكو احسن. انا دا احكي لك على لاعب مثلا هسه حمادي احمد، كنا حكينا ما توفق بالاولمبيات وانا واحد من الناس، حتى قلت لهم لو موجود كنت اساعدهم. يوم مو بيومه، لكن يمكن انا بيومي تجي مباراه انا مو بيومي، يمكن مهند بيومه. زين مهند اليوم مو بيومه، يمكن على عبد الزهره بيومه. هيك تصير. مو انت والله هذا المهاجم ما قدم او ما ريده. زين شلون هسه زين شلون احنا نقعد نقول لاعب حماد احمد ينافس على احسن لاعب اسيا، زين شلون هذا مو موجود بالمنتخب؟ موسيلو قال هم ما يريد يلعب بالمنتخب. لا مش ما كل لاعب ما يحب يلعب بالمنتخب، لكن الرجال يقول لك اني الخيار الرابع بخيلته، يقول لك انا الخيار الرابع، فليش اروح؟ عنده بطوله مهمه وحقه. بطوله اخذها، بطوله تاريخيه للعراق اخذناها صح لو لا؟ طيب بطوله تاريخيه اخذناها للعراق. زين لكن مستوى الهجوم بمنتخبنا شلون نشوفه؟ بصراحه المستوى الهجومي مهند وعلاء طبعا كان بالامكان احسن مما كان. مهند الرجال لا غبار عليه، لكن اعتقد شويه يمكن ما يحتاج من المسانده، كثير. يعني يحتاج مسانده افضل من اللاعب علاء. لا شوف احنا اللي نجيبها على علاء نحكي شخصيا. لا انا احكي على خط الهجوم. رغم اكو بعض علاء اخوي وصديقي، يعني ما نحكي على لاعبين. انا احكي على مستويات. انا مقر على شغله واحده، انه بعض الناس كانت تتهجم على المنتخب وتسوي مشاكل للمنتخب، وهسه ودوها للمنتخب. وفكرهم وين؟ شلون فكرهم واحد من الناس مسوي لي هيجي، مسوي لي يعني هاي الحركه، يعني انه اخذنا 10 منك. يعني شوف لوين وصلت الدناءه لوين وصلت. لاعب؟ لا مو لاعب، صحفي خلي اقولها. وين وصلت الدناءه؟ يعني انه انا بعتك المنتخب وانا رحت لك وين الوطنيه؟ وين يعني هي هذا طموحك؟ هاي فرحت يعني انه يونس ابتعد عن المنتخب؟ منو يعني قل لي. ما اقول ما لي دخل اصلا. مو صدق صحفي ولا لاعب؟ والله صحفي بس هم كان لاعب واقف يمه. اني ضجت من هاي الحركه مع العلم. واقف هو وين؟ لاعب رقم 10؟ لا سووا حركه. المهم هذا مو موضوعنا، ما نريد ندخل بموضوع، احنا عندنا مواضيع عام. لكن اقول لك شوف الدناءه وين وصلت، انك يعني فرحان. مثل واحد داز لي على الانستغرام مسج قال يابا الحكي بيناتنا كابتن، طلع الانجاز الوحيد اللي سواه لنا يا راضي انه طلعك من المنتخب، لان كانوا مخوفين بيك انت مسيطر على المنتخب. بس هذا الانجاز اللي سواه لنا. يعني شوف عبالهم انجاز سووه انه بعدوا يونس. شلون تبعد هداف انت بامس الحاجه اليه؟ شلون تبعد هداف؟ بعدوني مشت الامور. لكن هل هذا هو التخطيط الصحيح بعد يونس محمود؟ هل هذا التخطيط الصحيح بعد يونس محمود؟ انت قل لي شوف وين وصل بينا الحال. وين وصل؟ شويه قل لي وين وصل. انت ليش تتردد؟ احسك تحكي شيء وترجع لي. تحكي وترجع لي. يعني وين وصلنا؟ شنو ذنبها الجماهير؟
اللي كانت مأمله بالتصفيات. شنو ذنبها هسه قول لي، يعني شنو ذنبها على هالنتائج؟ من اللي وصلنا لهيجي؟ الاتحاد طبعا الدرجه الاولى الاتحاد، لان الاتحاد قبل كان واقف بامور من تصير واقف، يقول لك يعني لان هو يعرف الاتحاد شنو اللي يجري بداخل المنتخب. زين يعرف بها زين. بس الجمهور ما يعرف. الجمهور ما يعرف. من نحكي بهاي الالغاز ما يعرف. الجمهور ما يعرف انه بالمنتخب انا كنت مسيطر على اكثر من الامور اللي تصير، النشاز اللي تطلع كنت اسيطر عليه. اللاعبين كانوا يحبوني ويحترموني من تصير واحد مثلا ما يلعب ابسط شيء، واحد ما موجود بالتشكيله ينقهر، لكن انا اروح يمه. اعطيكم مثل بسيط، موجود ابو حيدر وموجود صالح المعالج. كنت اتمشى لقيت جوستن واقف يمهم بالغرفه، فطبيت على جوستن، طبيت عليهم قعدت، قلت له ايش بيك؟ قال يعني بما معنى انه انا بعد نفسيتي انهارت، اجي من امريكا و10 دقائق ما يلعبوني. فجلست وياه قعدت، قلت له جوستن الامور مو هيك تصير. قلت له اني كان رزاق، كان حسام فوزي، كان هذا، كانوا اكو لاعبي، بس ضليت خانس واتمرن لحد ما احصل فرصتي حتى اخذها. قلت له انت اصبر، قلت له اكو لاعبين قدامك لازم تحصل الفرصه مالتك، لان تعرف نفسيا واضح. بالبدايه سووا الاعلاميه قويه انه راح ينقذ المنتخب، وهو اجى ما قدر الرجال. حكيت وياه قلت له انا راح اساعدك، والله ابو حيدر موجود وصالح، قلت له انا راح اساعدك، بس شني انت خلي بالك باللعبه. سبحان الله باللعبه دخل اخر ربع ساعه صارت ضربه جزاء وكنت اقدر اخذها، انا صار هداف التصفيات، اسوي نفسي 5 اهداف. زين والله لا شوف اول مره ما انطيتها له، هو وقف لي غاد، وراحوا اللاعبين كلهم، اجيت عليه قلت له هاك يلا خذ فرصتك. ما شفته من قول ماكو جسمه يرجف، هيك يرجف. ليش؟ لان الضغط كله انشال منه. هيك تساعد البشر، هيك تساعد اللاعب، مو تجي للاعب يعني اناني والله ما اعطيك الجزاء يلا روح، خل اخذها انا، خلي الجمهور يصفق لي، خلي مو هيك اني ابعد لاعب، مو هيك اني اذل لاعب اخليه على صفحه، لا مو هيك تنحل الامور، مو هيك تنحل ابدا، مو هيك تنحل الامور. ايش قد كانت قضيه العناد موجوده مع الكابتن شنو مع اللاعبين القدامى؟ لا هو اصلا هو من 2008 بعدنا اول ما استلم، مع العلم كنت الوسيط يعني احاول، قلت انطيت مقترح للاتحاد انه يجيبوا الراضي، واول واحد طلعنا انا. المهم يعني اي امور، هو الرجال ما ادري يعني شنو بداخله الي، ما دا اعرف انا، يعني انا الرجال ما عندي شيء والله، ما يوم حكيت عليه، بس هو انا هسه مبتعد، كل ما يطلع بقناتي يحكي علي، حتى بقطر بالجريده مصرح علي، دزوا لي اياها من هناك، يعني يونس مو بمستوى. شلون عرفت يونس مو بمستوى؟ انا هداف التصفيات، شنو هو؟ يقول لك يونس قاعد يعني صعب تجيبه تخليه باجواء المباريات، لا يتمرن، لا عنده نادي، لا اوكي وين المناقضه؟ شوفوا المناقضه وين؟ بكاس اسيا اخذني اني قاعد 6 اشهر قاعد يم اهلي، اجيت بكاس اسيا لعبت دقيقه 90 دقيقه 121 ويا ايران لعبت دقيقه 120 لعبت لو لا وقفت. هاي مناقضه. بعدين قال لي انت ما يصير لازم تلعب بنادي، قلت اوكي ارجع لنادي الطلبه اساعدهم لان وضعهم كان مو زين. رجعت لنادي الطلبه ولعبت. شو اول واحد بعدني ليش تضحك؟ شنو السبب؟ يقول لي شنو السبب وريحني وريح الناس، رحم الوالدين. والله ما اعرف، انا ما اعرف. انت ما تعرف؟ والله ماكو شيء ما تعرف. وحق هذا الله ما اعرف، بس اعرف اكو نفس بالاتحاد هم ما كان يريدني، سوى محاوله قبل. لا تقول لي يعني الاتحاد ياثر على كابتن راضي؟ كابتن راضي ترى الناس تحبه لان شخصيته قويه، لا احنا دعمناه لان شخصيته قويه. لا ماكو، هاي شخصيته قويه على شنو؟ شخصيته قويه انه بعد نجم ما يسمع من الاتحاد، نجم من الفريق. شخصيته انه علي عدنان هيك، هذا وضعه علي عدنان. لو علي حسني اللي هسه قاعد بالبصره نجم من نجوم العراق يقعد هيك يتاذى؟ فلشهم هو بصراحه. طبعا لاعب يتاذى، لا ذول صغار مو مثل يعني مدرب فلش لاعبين عندنا؟ طبعا اكو مدرب من يجي من يحط واحد بباله يبعده يفلشه، يقول لك انا ما عندي مجال. لكن الاتحاد تقول لي ما عنده راي ويا الكابتن راضي، لا عاد شلون اتفقوا وياه وابعدوني عن المنتخب؟ اتفقوا وياه اتفاق؟ طبعا اكو بعض مو الكل، لان اكو ناس كانت المهم اكو بعض الناس بالاتحاد اتفقوا ويا الكابتن راضي. شلون يقبل الكابتن راضي اذا هو مقتنع بيك يطلعك؟ منو مقتنع بيه؟ اذا هو مقتنع بيك. لا ما اعتقد هو راضي، بالعكس فرصه الاداه اللي تنجحهم، لان اللي قبلهم كابتن نزار ويحيى علوان هم كان هذا الموضوع مطروح وصارت قرارات، لكن ما كانت ذيك الجراءه موجوده ابعاد يونس محمود، لان يقول لك انا ما اقدر ابعد هداف، انا اذا ما حد يقول انا وين اولي؟ صح لو لا؟ زين هو ابو الاتحاد او بعض اعضاء الاتحاد يريد يطلع يونس، شنو الهدف؟ يريد يخلص من الضغط الاعلامي
من بعض المواقع. تعرف ان انت واحد من الناس كانوا وياك فتره من الفترات زملاء. منهم؟ يعني قل لي بيهم. معرض يعني الكره. لا 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 لا, 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 لا معرض الكره. شوف معرض الكره، المغتربين، شبكه الكره، منهم؟ قل لي. المغتربين موقع المغتربين يعرفونهم، مو كل دائما عليه. فهو قال لك انا اكسب هاي الجهه وابعد هذا الرجال. بس الناس مو مؤثرين هيك يا اخي، مو مؤثرين بحيث يبعدون يونس محمود موقع واحد، مو مؤثرين. ما ودي اقعد لا تخلينا هسه حيدر، مو احنا ما نريد نحكي، مو انا وياك بالسياره وخابرنا. منو خابرنا؟ وزير الشباب وقتها. زين. كان اكو اتفاق يرجعون على مود ياسر قاسم، صار ضغط لازم نرجع ياسر قاسم، فصار الاتفاق يرجعونهم اربعتهم. كسر ظهر المنتخب بالتصفيات الاولى. اللي راضي سيد راضي يقول الفريق ايش قدم بالتصفيات الاولى، شلون يقدم اذا 7 لاعبين بالملعب ما يلعبون؟ لان يقول لك غصبا علينا هيك صار ورجعوه غصبا يعني علينا. الوزير رجعهم غصبا على الكل؟ على الكل. الله اكبر. لا تقول لي الله اكبر تسويها مناشده. انا ما احكي مناشده. الرجال كان عنده حسن نيه لان يريد المنتخب يمشي، لكن الرجال ما وصلوا له الصوره الصحيحه. اللي ما وصلوا له هو يريد خدم المنتخب. اسمعني انت، لا تغالطني حتى لا تصير الشغله ان انا احكي ضد الشخص وصلوا له مغلوطه. كان ضغط اعلامي عليه، على المواقع، على المدري شنو، على الاتحاد، على وزاره الشباب. اجى قالوا يا اكو الشغله والشغله، بس هم ما وصلوا له. قالوا له احنا اذا هذا اللاعب تعاقب على شغلته راح نكسب 27 لاعب. فهم ما وصلوا له هالمعلومه، وصلوا له ان اللاعب صار خلل واللاعب راح يبتعد فلازم ترجعه. الرجال يقول لك انا ما لي دخل، انا مصلحه. الرجال سياسي بالدرجه الاولى، سياسي. طيب. نعم رياضي لكن سياسي. قال لك انا لا اريد الامور تصفى، يرجعون بعضهم. لكن هو ما حد قال له ان اذا رجع العقوبه تراجعت عن الاتحاد والمدرب، نائب رئيس الاتحاد علي جبار قدام اللاعبين قال ما يرجع على هالعقوبه، ما حد يرجع، ما يرجع. ورجع غصبا على اللاعبين. اللاعبين ايش بقوا عندك علي عدنان، عندك همام، عندك علي فايز، ذول يقول لك يا بالعادي اذا هي صارت كل من يسوي ويرجع. كسر نفسيه اللاعبين. مدرب يحيى علوان بلحه وسكت، بس مشى الفريق حتى يوصله بس نعبر التصفيات. وعبرنا التصفيات واحنا بالتصفيات كل الزين. فريق الحد مباراه تايلاند انكسر ظهرنا، خلي يسمعوها. خاف السيد راضي يقول بالتصفيات الاولى مباراه تايلاند انكسر ظهرنا، خلي يطلع كابتن يحيى علوان قول له منو اللي فلشنا؟ فلشنا بهالامور اللي صارت. رجعت اللاعبين طبعا هي بذيك اللعبه لو لاعب ياسر قاسم كل هالامور ما صارت. ياسر ما لعب، صارت اشكالات، بعدها رجع ياسر غصبا على اللاعبين. 7 لاعبين تنرفزوا قاموا ما يلعبون، الاداء صار متذبذب. لا حد يحكي يقول الفريق ما كان زين، الفريق كان زين لكن كانت اكو امور دخلت. من المدرب الافضل حاليا ان يقود اذا ما قدرنا نجيب مدرب اجنبي براي الكابتن يونس مع المدربين اللي عمل وياهم او اللي ما عمل؟ بصراحه اعتقد الان صعبه يعني صعبه. ماكو مدرب عراقي يستلم منتخب بهاي الوضعيه، صعبه. من المدرب تحس يقدر يرجع النفسيه للاعبين؟ ممكن ايوب اوديشو من الممكن. ايوب اوديشو لان ايوب عنده قوه الانضباطيه وبنفس الوقت انسان عنده الوجه الثاني اللي هو المرح. تقدر يعني ما عنده شخصيه واحده هيك. زين. عندك مدرب استغفر الله القوه الجويه كابتن باسم كابتن باسم من الممكن، لان هسه الكابتن في اوج عطاءه وانتصاراته من الممكن يعني يرجع يريح الفريق، يعني الفريق يحتاج الى راحه. لكن انا اقول لكم مستحيل ما راح يتبدل الكابتن راضي، لان الاتحاد مدى يلقى الضغط القوي عليه حتى يقيل راضي شنشل. اقول لك اياها صراحه. هو مصدر بيان بس ما راح لا ما شوف. لا ما شوف يعني انا اعرف يقول اكو تسقيط للمدرب يعني. لا ماكو تسقيط. اكرم سلمان راح وديه وطلعوا، مو طلعوا الرجال تفاجئ هناك قاعد يتفاجئ قال لهم انتم مو قلتوا لي لعبه هيك وديه وهذا ورطوه. حتى احنا ما رح، انا واحد من الناس ما رحنا، كانت اللعبه هيك ورطوه. حكيم وينه؟ حكيم هو من كاس الخليج صارت هو لا هو يعني البيان يقول بس الاتحاد مو كلهم. اكو اتحاد ما يعني قابلين انا اتوقع يعني انه يقبلون بالهذا، بس اكو بعض الاشخاص ما يريدون يخرجون راضي. ومو هو الحل، يعني انا ما اعتقد الحل اخراج راضي. الحل الان بالنسبه من وجهه نظري تريد انطيهم يعني مساعده. الحل لكم
تبقون راضي بقوه، ما عندي مشكله، بقوا نفس الفريق نفس هذا، لكن اياكم المساس منتخب الشباب ومنتخب الناشئين، لان ذول الفريقين لازم نصيحه الوزير الشباب انه يتدخل بهالموضوع، ذول الفريقين يدعمون حتى ب 22 لا يخلون العراقيين ترجع نفس المأساة مالتهم هاي، ذول الفريقين انطوهم الدعم، دعموهم وتقدرون، واذا ما تقدرون انطونا انا مستعد اجيب النجوم، اجيب نشأة، اجيب هوار، اجيب اللاعبين اللي قبلنا، اجيبهم نقدر نلقي لهم اي مؤسسه اي هذا نجيب لهم فلوس. لا تقولوا لي شغله فلوس، ما لها دخل بالفلوس، لكن الها بالتحقيق. من اللاعبين اللي المفروض يتواجدون خلال المرحله الماضيه؟ ايش اسئله سريعه. شلون يعني؟ من اللاعبين اللي انظلموا المفروض يكونوا متواجدين خلال المرحله القادمه. مهدي كامل لازم يكون يلعب، مهدي أساسي. كامل. علي فايز وينه؟ محترف بريزا سبورت ما استدعيه. علي حصني. صالح سدير الان باوج عطائه ما جابوه. نعم هسه اكو ناس يقول لك الكبار رجعوا، لا بس يحتاج تطعيم، يحتاج شخصيه. بعد منو عندنا؟ همام لازم يرجع همام. عندك سيف غلط بس طفل ابننا نتحمله، صح لو لا نقدر نجيبه. ليش ما تقول حمادي؟ حمادي عفوا، مو انا قلت لك الاسماء. حمادي هسه يقولون عندك شيء ويا حمادي، اذا اشوفه قلت له ايش بيكم انتم؟ ما عندي شيء ويا اخويا ذول، ايش بيكم انتم؟ بس اكو بعض الناس والله العظيم للعلم اللي ما يعرف، ترى انا من تجي لبغداد يوم اثنين ترى كنت باتين حمادي ببيته، خاف الناس عبالهم. اي مو عبالهم ماكو مشاكل صار. لا ماكو مشاكل. حمادي يستحق الان يلعب؟ يستحق. حمادي هسه اوكي بالاولمبيات ما توفق، يستحق يلعب؟ يستحق طبعا. مع مهند؟ مع مهند. حمادي ترى كان يلعب ويا حكيم، خلي يتذكروها. من الافضل ان يقود خط الهجوم كلاعبين بصراحه؟ اذا انطوك قالوا لك مهاجمين لعبنا انت يونس محمود. مهاجمين بهاي اللحظه مو راح يزعل علاء، راح يزعل فلان، راح يزعل. التسويه صعبه لكن اعتقد كلهم يستحقون، لكن يحتاج لهم نفسيه. من تلعب اثنين مهاجمين انت؟ انا مدرب اي خلي الاتحاد يسلمني للتدريب وانا. لا بصراحه يعني لا ما اقدر، كلهم اخواني وما اقدر، ما اريد احد يزعل مني، لكن مهدي كامل يجب ان يلعب. طبعا مهدي كامل. علي حصني لازم ترجع حسابات. ياسر قاسم لازم ترجع حسابات. نعم نرجسي لكن نحتاجه، لازم نعرف شلون نجيبه ونوظفه. التوظيف اللي كنتوا تحكون على حكيم يحاربهم، حكيم كان يوظفهم صح. بصراحه لو قالوا لك الجمهور، اعيد لك السؤال مره ثانيه، تعال يا يونس ساعدنا بايجاد حل. الاتحاد اذا بقى مصر على الكابتن راضي شنيشر احنا نحتاج تواجدك، تروح لبغداد؟ ممكن انطي رساله؟ ايش قد عندك؟ عندي دقيقه لك رساله. عندي دقيقه. تروح لو ما تروح لبغداد؟ اول شيء الجماهير هي على قولة اخونا الصحفي واحد كاتب منشور علينا انه هي مو فوضى، هي انتخابات. نعم انتخابات. الهيئه العامه هي المسؤوله عن الاتحاد، يعني امركم ليس بيد الاتحاد، يعني الاتحاد حتى الاتحاد امره مو بيده، هي بيد الهيئه العامه. الهيئه العامه تقدر تقيله اللي هم 75 شخص، زين، هم رؤساء الانديه، هم ذولا بيدهم مو بيد احد. يعني الاتحاد هسه تروح له ما يقول لك انا منتخب. الحلول وين؟ المظاهرات. نعم من الممكن يصير ضغط، من الممكن يتدخل وزير الشباب، من ممكن السيد رعد حمودي، كابتن رعد حمودي يتدخل. طيب اكو شخصيات. شنو رسالتك؟ اعطيها لهم مختصره. رسالتي انه يا اخي انا مو انتم كنتوا تقولوا لي انت يعني كافي بطل، يعني رغم اني اسجل وتقولوا لي بطل، يعني هاي عجوبه الحياه. الان كل واحد يمر بعمل ما نجح بالعمل يقول يابا تعال غير، اكو طروحات ثانيه، تعالوا انتم قودوا. اذا انتم مو تقولون هسه، مو هم يقول يعني مثلا اكو شخص يقول لك اذا هسه بالمنتخب مرات اقول ليش تحكون؟ جيبوا واحد خليه يجي ياخذ مكاني يقول، ما بيها شيء. هسه انتم همين قولوا اللي يريد اتحاد تعالوا يا هيئه عامه، تعالوا صوتوا اقاله الاتحاد، تعالوا جيبوا اتحاد جديد. زين انا واحد من الناس مستعد اتحمل المسؤوليه واروح ببغداد، ومستعد تصير رئيس اتحاد، ومستعد اصير رئيس اتحاد، ومستعد اقود الاتحاد، ومستعد اسوي شغلات حتى ما احتاج وزاره الشباب. انا بنفسي اروح لرئيس الوزراء، واذا ما سوى لرئيس الوزراء انا اقدر اجيب دعم من غير مكان، اقدر افتر على المحافظات حتى لو اقدي للمنتخبات اجيب لهم فلوس. واو. طبعا اللي يريد يشتغل يسوي. وهذا مشروعك القادم غير؟ جاي تشتغل؟ مشروع القادم انا بالنسبه لي متوجه به. انا كل عزيمه واصرار بالهيئه العامه، لان هم دا يشوفون الحال. نبتعد عن التكتلات، يجب ان يصير تغيير، مو من اجل مصلحتي،
مو من اجل يونس محمود مرشح او يونس جاي، لكن من مصلحتك انت ومحافظتك. واضح. لاعبين هوايه بالمحافظات مظلومين. طيب من مصلحتك انت لازم الاتحاد يتجدد. واضح. انا يعني هاي وجهه نظري. اشكرك كابتن يونس. يعني اغلب الاسباب انه اتحاد كره القدم يتحملها، ومن ثم المدرب يعني الشاطرني بالراي، ومن ثم اللاعبين. اشكرك. لا اللاعبين اللي تجيبهم حيدر، اللاعبين وجهه نظري هاي يا اخي. يا اخي تخبر من واحد يحكي على لاعب. يا اخي مو كنا نحكي عليكم من ما تقدمون. ما انت تحكي، بس انا ما اقبل احد يحكي لان انا جارها، انا اعرفها، انا عايشه. اللاعب ثروه، كفر واحد يحكي على راسي. ثروه يقدم لي الثروه، بس اعرف شلون تصدر الثوره، الثروه مالتك شلون تصدرها وتوظفها ان شاء الله. شكرا جزيلا كابتن يونس، والشكر موصول لكل متابعينا ومشاهدينا. يوم الاسبوع القادم راح نلتقي ان شاء الله، امور عديده نتطرق لها، حتى قضيه الاعلاميين وما يسعون اليه من خلق فجوه بين الجماهير، صرف الانظار عن الحدث الابرز. هاي الامور نتطرق لها في حلقات قادمه. تقبل تحياتي، حيدر زكي، تحيات جميع كادر العمل.